جوار كلمة فيه حتى يستوي الصف ويستقيم، فإن الله في صف سبع سماوات لا ينظر في الصف الأعلى. صلوا لله صلاة موسعة. الله أكبر. احتفال بذكرى ولي من أولياء الله، ذكرى مولد العارف بالله سيدي ظهير الدين أبي المكارم، الذي يحتفل به أهالي مركز فوة في هذا الوقت من كل عام. يحتفلون به إماما متصوفا وعالما جليلا وقدوة على طريق الهدى والحق. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه المناسبات الكريمة نلتقي معكم بروح الإيمان في ساعات الإيمان وفي أيام مباركات تشهد الاحتفال بذكرى ميلاد البشير النذير والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إخوة الإيمان والإسلام، ونستهل هذه الأمسية بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ علي إبراهيم سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. لله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب
الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. يا نور عرش الله رأيت الهلال رأيت الهلال ووجه الحبيب الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر رأيت الهلال سيدي يا رسول الله رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين هلالين عند النظر فكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر سيدي رسول الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة يا شفيع المذنبين يا أول الأنبياء
ثم اعلم أن نسبه صلى الله عليه وسلم سلسلة ذهبية منظم كالدر المعروف بالتشريف على كل الألوان فهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ذي العصابة الهاشمية وهو ابن عبد مناف بلا خلاف ولا غاية ابن قصي ابن كلاب ابن مرة أنسابا قرشية ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة المكنونية ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس المزال ابن مضر ابن نزار ابن معد رواه أهل النسبية وذلك المشهور بأنه ابن عدنان ومن زاد على هذا فقد كذب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأخبار المروية وهذا النسب لم يكن أعلى منه في العرب نسب بلا نكران صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم صلى وهذا النسب نسب من الرحمن محفوظ فلا يلحق نسب في الوجود مبرأ
ضر فنضد من قديم عالي يعلو على الجوزاء نور أسنو وهذا النسب لم يدخله سفاح حفظا من الله حفظا من الله في آبائه وأمهاته من الأولين وذلك لحفظ نطفته التي شرفها قدره والشان بل نكاح مضبوط من أب وأم حكم قهارية وذلك من صلب طاهر إلى رحم طيب لم يدخله الشبهان فتحفظ لهذه الأنساب فتحفظ لهذه الأنساب التي هي أعظم أنساب أصيلية تزداد قربا ومحبة عند هذا الرسول المعان لكونه معتنى به كما علم تحقيقا من الحضرة الرحموتية فينبغي لك التخلق بأخلاق الذي بالدين مدان وتعلو على سائر الأجناس بحوزك قطب الذهب السبكية وتنل السمو بمن فاق سائر الإنس والجان يا رسول الله نور الهدى نور الهدى أم ذاك نور المولد نور الهدى أم ذاك نور المولد يروى الجلال عن النبي محمد يروى الجلال عن النبي محمد يا عيد يا عيد يا عيد ميلاد النبي المصطفى إن الصفاء يكاد يلمس باليد يا أشرف الخلق ما
في من ألوذ به سواك يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واجعل حياتنا ومماتنا وآخرتنا حسنا وجمالا بجاه رسول الله. اللهم صل على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. نبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا في رحاب الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ زكريا محمد الزيات. إخوة الإيمان والإسلام، ندعو الله في هذه الليلة أن يجعل أيامنا كلها أعيادا. فاليوم نحتفل بذكرى مولد سيدي محمد ظهير الدين أبي المكارم بمدينة فوة، ومنذ أيام احتفلنا بذكرى عزيزة على نفوسنا جميعا نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ذكرى مولد الهادي البشير والسراج المنير، ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحتفالنا بهذه الذكرى إخوة الإيمان والإسلام ابتداء به فعلا وقولا. يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بحق هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، وأترك الميكروفون الآن لزميلي عبد التواب مصطفى. الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت بالحق دائما يا كريم وكل الأمين. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أحيي حضراتكم من هذا المسجد سيدي محمد ظهير الدين أبي المكارم في مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ. ومن هذه الرحلات الطاهرة والتدينات ننقل بحضراتكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج في بيت الله. إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم.
ثم يزيد الحق تبارك وتعالى هذا الأمر توضيحا وتبسيطا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، كما نعلم ويعلم الجميع فإن الصلاة ركن أساسي من الأركان الخمسة التي أقيم عليها بناء الإسلام. حول هذه الفكرة الهامة وحول الصلاة كصلة بين العبد وربه يحدثنا في الدقائق التالية فضيلة ضيفنا الأستاذ الشيخ يوسف محمود المدير العام لوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في بيت من بيوت الله تقام فيه الصلاة، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم جاء إلى بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. إذا توضأت أيها العبد المسلم وخطوت خطوات إلى بيت الله لتصلي وتؤدي الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك، فإن هذه الصلاة تقربك إلى الله تبارك وتعالى ما دام قلبك ممتلئا بنور الله وبحب الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. والصلاة هي معراج إلى الله تبارك وتعالى، فإن العبد يعرج بها إلى الله تبارك وتعالى، فإذا أداها بركوعها وسجودها وخشوعها وتحقق فيها الميزان الذي وضعه الله تبارك وتعالى للصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نهتك أيها العبد المسلم صلاتك عن الفحشاء والمنكر وأديتها بأركانها الكاملة، فإن هذه الصلاة تقربك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا رفعت أكفك تدعو إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يفتح لك أبواب السماء ما دامت صلاتك نهتك عن الفحشاء ونهتك عن المنكر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فذلكم مثل الصلوات ال5 يمحو الله بها الخطايا. النبي عليه الصلاة والسلام يقرب لنا هذا المعنى فيقول: لو أن مسلما يجري أمام بيته نهر ويغتسل في هذا النهر 5 مرات، في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، هل يبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى على جسده شيء من الأوساخ؟ فقالوا: لا يا رسول الله، لأن الاغتسال في النهر في اليوم 5 مرات يطهر الجسم وينظفه من الأوساخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الصلوات ال5 يمحو الله بها الخطايا. يعني أن العبد المسلم إذا أدى الصلوات ال5 فإن الله سبحانه وتعالى
يمحو بها الصغائر. والنبي عليه الصلاة والسلام مصداقا لهذا الحديث يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما دام المسلم يؤدي الصلوات الخمس فإن الوضوء والصلاة تمحو الخطايا التي يرتكبها العبد المسلم في نهاره، كما أن صلاة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة يمحو الله تبارك وتعالى أيضا بها الخطايا. والصلاة جعلها الحق تبارك وتعالى بعد العقيدة، بعد أن تمركزت عقيدة التوحيد في قلوب المسلمين جاءت فريضة الصلاة، لأن الصلاة العبد وهو يصلي إنما يتفرغ بكل جسمه وجوارحه مع الله تبارك وتعالى، فهي تختلف عن الصوم، لأن الصائم يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن شهوتي البطن والفرج، لكن له أن يمشي وأن يتكلم مع الناس وأن يتحدث وأن يقوم وأن يجلس. لكن الصلاة تختلف عن الصيام، فما دمت في صلاتك فلا تتحدث ولا تمشي ولا تتكلم، فهي مقدمة في العبادة وفي الطاعة عن الصيام. ولذا فرضها الله تبارك وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج من فوق 7 سماوات، نظرا لأهمية الصلاة، لأنها قربة إلى الله تبارك وتعالى. وأنت في صلاتك إنما تؤدي الأركان ال5، فحينما تقف وتقول الله أكبر فهذا اعتراف منك بوحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا يشاركه في ملكه أحد. وحينما تستر عورتك فإن الملابس التي تشتريها بالمال لستر العورة فكأنك تصدقت بها، وهذا جانب من جوانب الزكاة. وحين تتوضأ فلو أن هذا الماء كان بالثمن فإن هذا الثمن سيكون صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، حيث تطهرت لتقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت في حالة طهر. والصلاة كالصيام، لأنك وأنت تصلي لا تأكل ولا تشرب ولا تتمتع بشهوة، ففيها جانب أيضا من جوانب الصيام. في صلاتك تتجه إلى بيت الله الحرام في اليوم 5 مرات، فكأنك تحج إلى بيت الله الحرام في اليوم 5 مرات بقلبك، حينما يمتلئ القلب حبا ونورا لله تبارك وتعالى. والصلاة فيها زيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما تقرأ التشهد وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكأنك زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تصلني. إذن الصلاة قربة إلى الله، وتتحقق معها أركان الإسلام ال5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويتحقق فيها الصيام، ويتحقق فيها الحج، وتتحقق فيها الزكاة، وتتحقق فيها زيارتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تصلي عليه. إذن هي أولى القربات إلى الله، وهي تصعد بك إلى الله وتقربك من الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا أديتها في المسجد وأديتها في جماعة،
فإن كل خطوة تخطوها إلى المسجد يمحو الله لك بها سيئة ويرفع الله لك بها درجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صلاتنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب هذه الذكرى العطرة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، نتحدث إليكم في الدقائق التالية عن حسن الخلق. وحسن الخلق هو من سمات المؤمن، والله تبارك وتعالى مدح رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وحسن الخلق هو الذي يوثق الصلة بينك وبين أخيك المسلم، فعن طريق حسن الخلق يتم التعاون ويتم الحب وتتم المودة، ويتعاون الناس فيما بينهم على حل المشاكل القائمة، وذلك نتيجة لحسن الخلق. والله تبارك وتعالى حين مدح رسوله بهذا الوصف إنما أراد أن يذكر الأمة أن المسلم يجب أن يتسلح بحسن الخلق، لأن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حين عاد إلى مكة فاتحا بعد أن أخرجه قومه منها حطم الأصنام وطاف حول الكعبة، ثم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم، والعفو عند المقدرة إنما هو من سمات الخلق الحسن الذي تسلح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من خلقه إذا استوقفه إنسان في الطريق يقف، وإذا سأله يجيب، وإذا سلم عليه إنسان لا ينزع يده عليه الصلاة والسلام من يد من سلم عليه إلا إذا نزع من سلم عليه يده من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي قمة الخلق في الإسلام. يسأله أصحابه عن البر والإثم فيقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك. إذن حسن الخلق هو البر كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق هو الذي تثقل به موازين العبد يوم القيامة. ويوم القيامة كما نعلم يوم توزن فيه الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. إذن الذي يثقل عمل العبد المسلم يوم القيامة يثقل موازينه هو حسن الخلق.
لم يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيام ولا عن الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن الحج، وإنما تحدث عن حسن الخلق، لأن حسن الخلق إذا توافر في قلبك أيها العبد المؤمن كانت صلاتك مقبولة، وكان صيامك مقبولا، وكان حجك مقبولا، وكانت زكاتك التي تخرجها تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا تريد أن تشيع بين الناس أنك أعطيت أو منحت، لأن خلقك يمنعك عن أن تقول أعطيت كذا أو أعطيت كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يوصي بحسن الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يكون في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. المقربين إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم الذين حسنت أخلاقهم. والسيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. قرآن في التربية وفي الأخلاق وفي السلوكيات، وكان القرآن شريعة وشرعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا، وكان القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فكان عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي على الأرض. إذا تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قرآن يمشي على الأرض. وليت المسلم يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نتأسى به ونقتدي به. فالعبد المؤمن إذا نفذ تعاليم الإسلام بينه وبين ربه فإنه يكون إسلاما يمشي على الأرض. لو نظر الكافر إلى تصرفاته لأسلم. والسيدة عائشة رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق ما يدركه الصائم القائم. القائم هو الذي يقوم الليل يتهجد ركوعا وسجودا، فهو على صلة بالله تبارك وتعالى. والصائم هو الذي يصوم طوال يومه ممتنعا عن الأكل والشرب والطعام. وهؤلاء في الموازين الثقيلة عند الله تبارك وتعالى. السيدة عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن يدرك بحسن خلقه ما لا يدرك